حبيبتي اللي بتقولي الاكله دي ما تكلفش 400 جنيه، انا هحسبها لك هتتعدي لاكتر من 400 جنيه. اولا جبت فرخه ب 230، 30 جنيه بطاطس ادي 260، 30 طماطم ادي 290، و10 جنيه بصل ادي 300 جنيه، و50 جنيه رز وشعريه، كيلو رز نص شعريه ادي 350 جنيه، و10 جنيه ملوخيه ادي 360، و10 جنيه مخلل ادي 370، 30 جنيه عيش ادي 400 جنيه. وعندنا السمنه وعندنا الغاز وعندنا التوابل وعندنا حاجات كتير في البيت، ادي اكله اتكلفت 400 جنيه، غير مصاريف دروس غير مصاريف علاج، غير نور غير ميه غير اي حاجه. اي اكله دلوقتي حبيبتي بقت تتكلف، لو هتجيبي فول وطعميه فطار الصبح هتقضي الخمس افراد هيعدوا ال100 جنيه. لو فكرت تجيبي جبنه ولانش وتجيبي حاجات من دي فطار 5 افراد يتكلف حوالي 150 200 جنيه. فما فيش حاجه دلوقتي ما بتكلفش، ما تقوليش مش معقول الاكله دي هتتكلف 400 جنيه، لا تتكلف. وهي غدا احنا 5 افراد، معايا 3 صبيان كبار، اصغر واحد فيهم عنده 11 سنه، وجوزي ادي 4 رجاله وانا واحده، ادي كده 5 افراد، يا دوبك كيلو رز وعيش ومخلل والبطاطس والملوخيه. هي غدوه ب 400 جنيه، غير فطار غير عشاء غير كل المصاريف ده. وسيبك بقى من ده كله، قولي لي ايه رايك في الاكل، واعملي لايك واعملي متابعه للصفحه. سيبك من الناس اللي بيقعدوا يقولوا 30 و40 جنيه، دول ما بيجيبوش حاجه. واللي بتطلع تقول لك انا عملت غدا الفردين ب 200 جنيه، ما انت عملت غدا الفردين ب 200 جنيه. يعني لو عملت غدا ال4 افراد او 5 افراد هتكلفيهم 600 جنيه اللي انت قلتي ب 200 جنيه دول. وبألف هنا للي ياكل، وربنا يقوي الناس كلها.